بكم في قناتكم كوديمات. بالنسبة للناس اللي مازال عندهم إشكال في المخالفات والجونان، كما كتعرفوا أن المخالفات عندنا 4 ديال الدرجات: الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. ولكن حنا كنركزوا في الغالب على المخالفات من الدرجة الأولى والثانية. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا مخالفات من الدرجة الأولى، يعني السلسلة الأولى من المخالفات، يعني مخالفات من الدرجة الأولى اللي كيخصموا فيهم النقاط وحتى اللي ما كيخصموش فيهم النقاط. نبداو كما قلت لكم، غادي نحاولوا نبداو بالمخالفات من الدرجه الاولى. كما كتعرفوا ان المخالفات من الدرجه الاولى كاينين عندي مخالفات كيخصموا فيهم النقاط، كاين اللي ما كيخصموش فيهم، كاين اللي كيخصموا فيهم 4، كاين اللي كيخصموا فيهم 3، كاين اللي كيخصموا فيهم 2 النقاط، وكاين اللي ما فيهمش خصم النقاط. نبداو بالمخالفات اللي كيخصموا فيهم 4 ديال النقاط. بالنسبه للمخالفات اللي كيخصموا فيهم 4 النقاط، كما كتعرفوا عندي 5 ديال المخالفات. 5 ديال المخالفات من الدرجه الاولى كيخصموا فيهم 4 النقاط. اول مخالفه اللي هي عدم احترام علامه قف. الدرجه الاولى اللي كيخصموا فيها 4 النقاط هي عدم احترام علامه قف، يعني ما ماركيتيش ستوب. مخالفه من الدرجه الاولى كيخصموا فيها 4 ديال النقاط. ثاني مخالفه عدم احترام اشارات الضوء الاحمر، يعني حركتي الضوء الاحمر. هادو مخالفات من الدرجه الاولى كيخصموا فيهم 4 ديال النقاط. نزيدو المخالفه رقم 3. بالنسبه للمخالفه رقم 3 اللي هو السير في اتجاه ممنوع، يعني مشيتي في الانتيردي، يعني مشيتي في طريق ممنوعه، حتى هي كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى كيخصموا فيها 4 ديال النقاط. رابع مخالفه اللي هو التجاوز الغير القانوني او التجاوز المعيب، اللي الناس بزاف عندهم اشكال فيه. التجاوز المعيب ما فيش غير حاله وحده، فيه بزاف ديال الحالات. اول حاله هي ملي كتكون مثلا عندك خط متصل وشي سياره كتجاوز ديك السياره اللي قدامها، هذا كيتسمى التجاوز المعيب. عندك عقبه مثلا والطريق ما واضحاش وتجاوزتي، حتى هذا كيتسمى التجاوز المعيب. عندك مثلا تجاوزتي من جهه اليمين، حتى هذا كيتسمى التجاوز المعيب. عندك المنعرج والطريق ما واضحاش وعندك خط متصل وتجاوزتي حتى في ديك الحاله، حتى هذا كيتسمى التجاوز المعيب. يعني عندك شي سياره قدامك وتجاوزتيها صافي، ولا تجاوزتي من جهه اليمين، هذا هو اللي قلنا كيتسمى التجاوز المعيب. هادو دابا شحال وصلنا؟ دابا المخالفه من الرابعه اللي كيديو فيها 4 ديال النقاط. ندوزو لاخر اخر مخالفه اللي متعلقه بالسرعه. بالنسبه للخامس مخالفه، خامس مخالفة اللي هي تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 30 إلى أقل من 50 كيلومتر في الساعة. شنو كتعني هذه؟ هي مثلا أنا مثلا نقولوا أنا في الطريق العادية، في الطريق الوطنية. في الطريق الوطنية كما كتعرفوا أن السرعة كتكون عندي محدودة فاش؟ محدودة في 100 كيلومتر في الساعة. انت تجاوزتي ديك السرعة اللي محدين لك، اللي السرعة اللي محدين لك ب 100، انت مشيتي مثلا ب 131، يعني فتي السرعه اللي محدين لك ب 31 كيلومتر، يعني مشيتي ب 131 حتى ل 149. هذه كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى كيخصموا فيها 4 ديال النقاط. يعني كما قلت لكم في خارج المدينه السرعه كتكون محدوده في 100، انت تجاوزتي ديك السرعه اللي محدين لك ما بين 31 حتى ل 49، يعني مشيتي مثلا من 131 132 33 4 حتى ل 149. هنا قلنا كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى كيخصموا فيها 4 ديال النقاط. وهنا كما قلت لكم غادي نكونوا سالينا المخالفات من الدرجه الاولى اللي كيديو فيهم 4 ديال النقاط. غندوزو دابا المخالفات اللي كيديو فيهم 3 ديال النقاط. المخالفات اللي كيديو فيهم 3 النقاط عندي جوج المخالفات، وحده متعلقه بالاناره وحده متعلقه باوراق السياره. نبداو باول مخالفه. أول مخالفة اللي هي سير مركبة على طريق عمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات السكنية. يعني أنت مثلا خارج من التجمع السكني، يعني خارج من المدينة، وطافي الأضواء ديالك، أنت كتوفر عليهم ولكن طافيهم كتمشي بلا بهم. هنا كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، مخالفة كما قلت لكم من الدرجة الأولى، وكيخصموا لي 3 ديال النقط. يعني مخالفة
من الدرجة الأولى وكيخصموا لي فيها 3 ديال النقاط. ندوزو للمخالفة الثانية اللي كيخصموا فيها 3 النقاط، اللي هي متعلقة قلنا بالأوراق ديال السيارة، اللي هي سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية. يعني كتسوق بلا لا فيزيت تكنيك، يعني انت ما دايرش لا فيزيت تكنيك للطوموبيله ديالك. ديجا قلتها لكم اصلا في الشرح في اللايفات، قلت لكم بلا الورقه ديال لا فيزيت تكنيك اي الفحص التقني هي الورقه الوحيده من الاوراق ديال السياره اللي كتعتبر غير مخالفه، ومخالفه من الدرجه الاولى، وكيخصموا فيها 3 النقاط. وقلت لكم عاوتاني هي الوحيده اللي ما كتعرضش المركبه للمحجز، يعني هي اللي ما كيدوش فيها الطوموبيل الفوريان. يعني دابا دزنا جوج مخالفات اللي كيخصموا فيهم 3 ديال النقاط. اول وحده قلنا شناهي؟ سير مركبة على طريق عمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات السكنية. يعني أنا كنتوفر على الأضواء وخارج من المدينة، ولكن أنا طافيهم وكنسوق بلا بهم. هذه كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، كيخصموا فيها 3 النقاط. هذه المخالفة الأولى. ثاني مخالفة اللي قلنا سياقة مركبة دون التوفر على شهادة الفحص التقني، يعني كنسوق بلا لا فيزيت تكنيك، حتى هي قلنا مخالفة من الدرجة الثانية، من الدرجة الأولى عفوا، وكيخصموا فيها 3 ديال النقاط. شنو كيديروا لي في ديك الحاله؟ كيحتفظوا لي بشهاده التسجيل اللي هي كارت غريز، وكيخصموا لي 3 النقاط، وكنخلص غرامه ديال 700 ل 1400 درهم، وهي الوحيده قلنا اللي كتعرض غير للتوقيف، ما كيديوش فيها الطوموبيل للمحجز. ندوزو دابا للمخالفه الثامنه اللي كيديو فيها النقاط في الدرجه الاولى، اللي هي تجاوز السرعه القصوى ب 30 كيلومتر في الساعه. هنا 30 داخله في الدرجه الاولى، ولكن ما كيديوش فيها 4 النقط. يعني ها انت الدرجه الاولى في السرعه كتبدا من تجاوز السرعه ب 30 حتى ل 49 حتى اقل من 50. غير هي الا تجاوزتي السرعه ب 30 واقفه كما قلت لكم قبيلات، الا مشيتي ب 131 حتى ل 149 في الطريق العاديه كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، كيديو فيها 4 النقاط. اما الا مشيتي 130 واقفه، يعني شدك الرادار انت غادي ب 130 واقفه، هنا تاني كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، وكنخلص نفس الثمن ديال المخالفه، ولكن ما كيديوش لي 4 النقاط، كيديو لي غير جوج ديال النقاط. وهنا غادي نكونوا سالينا المخالفات من الدرجه الاولى اللي كيخصموا فيهم النقاط. نعاودوا لهم واحد الاطلاله سريعه. قلنا المخالفات من الدرجه الاولى اللي كيخصموا فيهم 4 النقاط. اول مخالفه عدم احترام علامه قف، ثاني مخالفه عدم احترام الضوء الاحمر، ثالث مخالفه السير في اتجاه الممنوع، يعني مشيتي في الانتردي. رابع مخالفه تجاوز المعيب او تجاوز الغير القانوني. خامس مخالفه هي تجاوز السرعه باكثر من 30 الى اقل من 50، يعني تجاوز السرعه المحدده من 31 حتى 49. هادو كيتعتبروا مخالفات من الدرجه الاولى كيخصموا فيهم 4 النقاط. بالنسبه للمخالفات من الدرجه الاولى النيت اللي كيديو فيهم 3 النقاط، اول وحده قلنا سير مركبه دون التوفر على شهادات الفحص التقني، يعني كنسوق بلا لا فيزيت تكنيك. ثاني وحده سير بدون اناره خارج التجمعات السكنيه، هادو مخالفات من الدرجه الثانيه من الدرجه الاولى عفوا، كيخصموا فيهم 3 النقاط. وبالنسبه لاخر مخالفه اللي كيخصموا فيها النقاط في الدرجه الاولى، اللي هي تجاوز السرعه ب 30 كيلومتر فقط. 30 كيلومتر فقط، يعني تجاوزتي السرعه ب 30 فقط. الدرجه الاولى كيخصموا فيها غير جوج ديال النقاط. يعني قلنا كاينه 5 ديال المخالفات كيديو فيهم 4، جوج ديال المخالفات كيديو فيهم 3، ومخالفه كيديو فيها جوج ديال النقاط. وهنا غادي نكونوا سالين المخالفات اللي كيخصموا فيهم النقاط. غندوزو لدابا اللي ما كيديوش فيهم النقاط. ايوا ندوزو اللي ما كيديوش فيهم النقاط. اول 4 ديال المخلفات اللي ما كيديوش فيهم النقاط، كاين عندي التوقف بدون اناره خارج التجمعات السكنيه، قطع خط متصل، عدم التوفر على جهاز حزام السلامه، ولا عدم التوفر على اجهزه الاناره. نبداو باول وحده. اول وحده اللي هي التوقف بدون اناره خارج التجمعات السكنيه، يعني تستاسيوني خارج التجمعات السكنيه وتطفي الضوء، يعني في شي مكان ما فيش الاناره واضحه وتطفي الضوء وتبقى واقف تما. هذه كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، ولكن ما كيخصموش فيها النقاط.
شنو الفرق بينها وبين ديك اللي كيديو فيها 3 النقاط؟ اللي كيديو فيها 3 النقاط قلت لكم سير بمركبه خارج التجمعات السكنيه بدون اناره، يعني انا عندي الاناره وغادي بهم في الطريق وطافيهم. اما هنا قال لك غادي تستاسيوني، يعني التوقف غادي تستاسيوني في واحد المكان خارج التجمعات السكنيه ما كيتوفرش على الاناره. هنا كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، ولكن ما كيخصموش فيها النقط، كنخلص غير الغرامه. بالنسبه اللي غيسول دابا غيقول لك علاش مازال ما قلتوش لنا شحال الثمن اللي كنأديه. حتى غنساليو المخالفات كاملين، نساليو المخالفات ديال الدرجه الاولى كاملين، وغنعطيكم الثمن اللي كيتخلص فيهم كاملين. ثمن واحد، اي مخالفه من الدرجه الاولى راه كيتخلص عليه نفس الثمن، نفس النهار كذا وكذا، النهار الثاني حتى النهار 15 كذا وكذا، ونهار 16 الاخر كذا وكذا. صافي. بالنسبه للمخالفه الثانيه اللي ما كيديوش فيها النقط، اللي هي قطع خط متصل. شنو؟ لا عفوا، عدم التوفر على اجهزه الاناره. عدم التوفر على اجهزه الاناره، يعني عندك مثلا البولات محروقين. هنا ماشي بحال قبيله قلنا انت عندك الاضواء وطافيهم. هنا لا، هنا عدم التوفر على اجهزه الاناره، يعني البولات ديالك محروقين. مخالفه من الدرجه الاولى، ما كيخصموا فيها حتى نقطه، ولكن كتخلص نفس الغرامه ديال 700 ل 1400 درهم. صافي. بالنسبه لثالث مخالفه اللي هو قطع خط متصل، هنا الناس بزاف ما كيفرقوش بين قطع خط متصل والتجاوز المعيب. هذا غنخصو ليه فيديو بوحدو، ولكن نحاول نشرحه لكم بواحد الطريقه بسيطه هنايا. شنو الفرق بين التجاوز المعيب؟ قلنا عندك خط متصل وعندك واحد السياره قدامك ياك وتجاوزتيها، ولا عندك مثلا العلامه ديال ممنوع التجاوز وتجاوزتيها، ولا عندك شي عقبه والرؤيه ما واضحاش وتجاوزتيها، ولا عندك شي منعرج وتجاوزتي فيه، ولا تجاوزتي من جهه اليمين. هذا هو اللي قلنا التجاوز المعيب. اما شنو هو قطع خط متصل؟ هو راه انت عندك واحد القطع وعندك واحد الخط متصل، ولكن ما كاينه حتى طوموبيله قدامك. انت غير طلعتي فوق داك الخط مثلا، ولا قطعتيه ومشيتي مثلا شي شارع اخر، يعني ما دوبلتي حتى طوموبيل. ولا عندك شي سياره قدامك ياك وكنتي ناوي تجاوزها، يعني قطعتي الخط ولكن ندمتي وانت ترجع، حتى هذا كيتسمى التجاوز. تيتسمى غير قطع خط متصل، مخالفه من الدرجه الاولى ما كيديو فيه حتى نقطه. يعني الفرق بيناتهم، قلنا قطع خط متصل هو عندك خط متصل نقولوا مثلا كنتي ناوي تجاوز، يعني غير طلعتي فوق الخط وانت ترجع. الدرجه الاولى 700 ل 1400 درهم، ولكن ما كيديوش لك النقط. هذا هو الفرق بينه وبين التجاوز المعيب. التجاوز المعيب كيديو فيه 4، قطع خط متصل ما كيديو فيه حتى نقطه. ندوزو الرابع مخالفه اللي هي عدم التوفر على جهات حزام السلامه. ماشي عدم استعمال حزام السلامه. انت اصلا الطوموبيل عندك، الطوموبيل بصفه عامه ما فيهاش حزام السلامه، يعني الطوموبيل ما فيهاش الصمطه. هذه كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، مخالفه من الدرجه الاولى، وكتخلص الغرامه ديال 700 ل 1400 درهم. صافي. عدم التوفر، عدم التوفر على جهاز حزام السلامه في الطوموبيل مخالفه من الدرجه الاولى ياك، ولكن ما كيخصموا فيها حتى نقطه، كتخلص غير الغرامه. ندوزو للسادس مخالفه اللي الخامس مخالفه اللي ما كيدوش فيها النقط، اللي هي عدم مطابقه صفائح التسجيل. يعني ان شنو سميتهم، اش تنقول لهم، البلاكه كما تنقولوا حنا بالدارجه، البلاكه ما تنقول لا ما مطابقاش ياك، ما منطبقاش على المعايير اللي حطاهم الدول. مخالفه من الدرجه الاولى ياك، مخالفه من الدرجه الاولى ما كنخلص فيها حتى درهم، ما كيديو فيها حتى نقطه عفوا، ولكن كتخلص ديك الدراهم، كتخلص 700 درهم. صافي. يعني عدم مطابقه صفائح التسجيل، عدم مطابقه صفائح التسجيل، مخالفه من الدرجه الاولى، وكنخلص غير الغرامه ما فيهاش خصم النقط. ندوزو لسابع مخالفه اللي هي انخفاض عمق النقوش على 1.6 ملم او جروح ولا تمزقات في النسيج، يعني في ذاك البنو. يعني الا كان العمق ديال النقوش كما كتعرفوا
ان ادنى عمق في العجلات بالنسبه للسيارات هو 1.6 ملم. الا هبط على 1.6 هنا راه كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، ياك، مخالفه من الدرجه الاولى، وكنخلص غرامه ديال 700,400 درهم، ولكن ما فيهاش خصم النقاط. يعني الا هبط داك العمق على 1.6 ملم، يعني العمق الدنيوي هبط على 1.6 ملم، هنا اول حاجه ما كيبقاش الالتحام ديال الرويضه مع الارض، يعني الطوموبيل ما كتبقاش ثابته في الارض. يعني في هذه الحاله تقدر تسبب لك في حادثه الله يحفظ. يعني شديتي الفران غتحتاج مسافه طويله باش توقف في شي منعرج، الطوموبيل ما كتبقاش ثابته في الارض. يعني الا هبط على 1.6 هنا راه قلنا كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، وكتخلص غير الغرامه وما فيهاش خصم النقاط. بالنسبه لثمن المخالفه واللي هي الاخيره، اللي هي عدم الخضوع للفحص الطبي. عدم الخضوع للفحص الطبي، كما كتعرفوا ان الفحص الطبي بالنسبه للسائق لكن العمر ديالو قل من 65 عام كيدار كل 10 سنين، ياك، قل من 65 كيدار كل 10 سنين. انت دازت 10 سنين بغيتي تبدل رخصه السياقه ديالك وما درتيش الفحص الطبي، هنا كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، مخالفه من الدرجه الاولى، وكتخلص غير الغرامه ديال 700,400 درهم، ولكن ما فيهاش خصم النقاط. نرجعوا لديك النقطه ديال فوقاش كنجدد الفحص الطبي. بالنسبه للسائق الا كان العمر ديالو قل من 65 عام كيتجدد كل 10 سنين، اكثر من 65 عام كيولي يتجدد كل عامين. اما بالنسبه للسائق المهني هذاك حاله خاصه، ما بغيناش ندويو عليه دابا هنايا. صافي، يعني الجواب شنو غيكون؟ الجواب عفوا يعني عدم الخضوع للفحص الطبي كيتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، ما فيهش خصم النقاط. هنا غنكونوا سالينا المخالفات من الدرجه الاولى اللي كيخصموا فيهم النقاط. عفوا مازال وحده، اللي هي الوقوف من اجل انزال او اركاب راجل على الطريق السيار. يعني في طريق السيار وقفتي باش تنزل ولا تركب شي شخص، حتى هذه كتعتبر مخالفه من الدرجه الاولى، وكيخصموا فيها او كنخلص فيها الغرامه ديال 700 ل 1400 درهم. يعني دابا قلت لكم في هذا الفيديو هذا كامل عطيتكم مخالفات من الدرجه الاولى اللي كيديو فيهم النقاط، ياك، عطيتكم اللي كيديو فيهم 4 النقاط قلنا 5، عطيتكم اللي كيديو فيهم 3 النقاط قلنا 2، واللي كيديو فيهم 2 النقاط وحده. ما تبقى ما فيهش خصم النقاط. يعني اي مخالفه من الدرجه الاولى من غير هادو اللي قلت لك، هاد 8 الاول اللي فيهم النقاط، ما كايناش شي وحده كيديو فيهم النقاط. وهنا غادي نكونوا سالينا من الجزء الاول ديال المخالفات اللي هي مخالفه من الدرجه الاولى، ولكن مازال راه ما كملناهمش. عطيتكم غير دوك الاساسيين اللي كيتحطوا بزاف في الامتحان. هذا غير الجزء الاول من الدرجه الاولى، نقدر نزيدكم في الدرجه الثانيه، ولكن قبل ما نزيدكم دوك المخالفات اللي ما غتحتاجوهمش بزاف، في الفيديو الثاني غيكون على الدرجه الثانيه، واللي موراه غيكون على الدرجه الثالثه، ومن ديك الساعه غندوزو للجناح. وهنا غنكونوا سالينا الفيديو، وان شاء الله الفيديو الجاي يكون افضل ان شاء الله. وبالنسبه اللي ما فهمش شي حاجه يحطها لي في الكومونتير وغنجاوبو ديك الساعه. وما تنساوش الدراري بارطاج باش نحط لكم فيديوهات كثر ان شاء الله. ولكن قبل ما نكملوا مازال ما دويناش على الثمن ديال الغرامه ديال المخالفه من الدرجه الاولى. بالنسبه للثمن الاصلي، الثمن الاصلي هو 700 ل 1400 درهم. الا كنتي غتخلص المخالفه في نص النهار كتخلص غير 400 درهم، كنتي غتخلصها من النهار الثاني حتى النهار 15، يعني من النهار الثاني اللي ارتكبتي فيه المخالفه حتى النهار 15، هنا كتخلص الثمن ديال 500 درهم. اما بالنسبه من نهار 16 حتى لاخر الشهر، هنا كتخلص الثمن الاصلي اللي هو 700 درهم. كتفوت شهر في هذه الحاله كتحول لجنحه، يعني كتمشي للمحكمه، كل نهار كتزاد عليك واحد النسبه ديال 30 درهم 30 درهم حتى كيوصل حتى كتمشي تخلص هذيك الساعه. فوقاش كتخلص 1400 درهم الا ارتكبتي في نفس المخالفه عاودتيها في نفس العام. يعني الثمن الاصلي هو 700 ل 1400 درهم، كنتي غتخلصها في نفس النهار كتخلص غير 400 درهم، كنتي غتخلصها من النهار الثاني حتى النهار 15 كتخلص 500 درهم، كنتي غتخلصها من نهار 16 لاخر الشهر الثمن الاصلي ديال المخالفه اللي هو 700 درهم. كتفوت الشهر، يعني من بعد شهر كتحول لجنحه في ديك الحاله، وكل نهار كتزاد عليك الثمن ديال 30 درهم فوق ديك 700 درهم. صافي. بالنسبه هنا غنكونوا سالينا المخالفات من الدرجه الاولى. الفيديو الجاي غيكون على المخالفات من الدرجه الثانيه اللي كيتعاودوا بزاف في الامتحان.